السلام عليكم. سميتي ميدي، خبير في العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية في إحدى المفاهيم اللي مغلوطة وكنعيشوها كل نهار وعندنا كاملين. قول لي بعدا، واش عمرك حسيتي أنك كتذوب في العلاقة ديالك، أو الخلاف بسيط كيولي كارثة عاطفية؟ مهم عارف الجواب ديالك غيكون قوي بزاف. غنقول لك سميتو التمايز. التمايز هو أنك تكون كامل حتى وانت مرتبط بشخص كتحماق عليه. بمعنى آخر، توازن بين العقل والعاطفة، بين الارتباط بالناس والاستقلال كشخص بوحدك. شخص متميز ما كيضيعش راسو وسط العلاقة، كيقدر يحب بعمق ويتفاعل بإحساس، ولكن بلا ما يضيع صوته، بلا ما يخاف من الخلاف، وكيبقى هادئ تحت الضغط. كيعرف بيعبر بوضوح على الأوقات اللي كيكون مشاعر فيها عنده قوية، والرأي ديالو حاضر كرد على شي سؤال وعلى شي وضعية وقعت. كيفاش كيبان هادشي في الزواج؟ فوالا، اولا في التعبير عن الراي بلا خوف. تقدر تقول عندي راي مختلف ولكن كنحترم ديالك، بلا ما تحس ان علاقه مهدده ولا الاخر يقدر يقلب عليك كما كنقولوا حنايا. في الطريقه ديال اداره الخلاف، النقطه الثانيه، نقدروا نناقشوا بلا ما يكون هجوم شخصي، بلا حوار على فكره او سلوك وقع، ونحازوا على الموضوع. اجل ناخذ مثلا نهيلة تكون حساسة بزاف من الصمت ديال راجلها بعد النقاش. قبل كانت كظن مبقاش كيبغيها وكانت كتضغط عليه بالكلام، ولكن ملي فهمات بأن التميز ولات كتقدر تهدأ تكالما. الفرق بين المشاعر وبين التصرفات ديك الساعات، الحوار ولا أهدأ، العلاقة ولات مطمئنة أكتر، كل واحد عارف الآخر كيفاش كيعبر. بخلاصة، التميز ماشي برود وماشي أنانية، هو فن الحب الواعي. بكل بساطة، انك تكون حاضر ومهتم ومحب، ولكن بلا ما تذوب في الشريك ديالك، وبلا ما تنغمس معاه في كل التفاصيل ديال الحياة، وبلا ما تفقد نفسك في نفس الوقت. المهم، احسن كادو تقدر تقدمها العلاقة ديالك هي نسخة ناضجة متوازنة من راسك. كون انت، خلي الحب ديالك يكون مساحة للنمو، ماشي سجن الهوية.